السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي قصه جديده. القصه ديال اليوم هي القصه ديال ايمان السعداوي، المغربيه اللي قتلها راجلها باسبانيا الاسبوع اللي فات، واللي سبق ليها حطات القصه ديالها المؤلمه في واحد الجروب في الفيسبوك. عاودت فيه المعاناه ديالها وطلبات من المغربيات اللي عايشين في اسبانيا يعاونوها باش تنفد بجلدها، لان راجلها كان كيعنفها بزاف وشحال من مره هددها بالقتل وحاول يقتلها. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا جميع التفاصيل. إيمان مغربية من مدينة الدار البيضاء، في العمر ديالها 30 عام، من عائلة على قد الحال، أب متقاعد، الأم ربة بيت وثلاثة ديال الخوت، ناس دراوش. وحتى إيمان كانت درويشة وداخلة سوق راسها، وكانت ظريفة بزاف والقلب الكبير. كل شي كيقولها فيها زوينة، وكل شي كيشهد ليها أنها معمرها ما جبدت العيب مع حتى شي واحد. ايمان تزوجات المره الاولى في المغرب، ولكن هاد العلاقه ما نجحاتش وطلقات بنيتها اللي في العمر ديالها حاليا 8 سنين. من بعد ما طلقات رجعت تعيش مع الوالدين ديالها هي وبنتها، كانت عايشه بخير وكل شيء كان غادي مزيان، حتى النهار اللي خطبها فيه ولد عم باها. بدر في العمر ديالو 41 عام، وكان كيعيش بإسبانيا وبالضبط في مدريد. ملي خطب إيمان فرحات بزاف وعجبها الحال، لأنها غادي تعاود التجربة ديال الزواج، وكانت كتطمح أن هاد المرة العلاقة ديالها تنجح وأن الزواج ديالها يستمر. كانوا عندها أحلام أنها تمشي لإسبانيا، تقرا اللغة، تلقى شي خدمة باش تقدر تعاون والديها، وتقدر حتى تجيب بنتها لعندها باش تضمن ليها مستقبل زوين. غادي يتزوجوا في شهر 9 2019، وفي شهر 8 2020 ايمان غادي تلتحق براجلها في اسبانيا باش تعيش معاه من بعد ما قد ليها وريقاتها، وغادي تخلي بنتها مع الوالدين ديالها مؤقتا. الوالدين ديالها ودعوها ولكن ما كانوش ساخين بها لانها غادي تخرب، ولكن كانوا مهنيين عليها لانها ما تزوجاتش بالبراني، تزوجات ببادر من عائلتها، يعني ضروري غادي تهلا فيها وغادي تعيش معاه مزيان. ولكن للاسف ماشي هادشي اللي غادي يوقع، واللي غادي يوقع ما عمرو ما كان كيخطر لشي واحد على البال. ايمان ملي مشات لاسبانيا اكتشفت ان راجلها ما خدامش، وانه عايش غير بفلوس الشوماج اللي كتعطيه الدوله. ومن بعد اكتشفت انه مدمن على الشراب، وانه مريض نفسي وكيتعالج وكياخد دواء. كتقول انه كان وصل لواحد المرحله خايبه ديال الادمان، وما كانش كيحيد القرعه ديال الشراب من يديه، غير كيفيق كيفطر كيبدا يشرب النهار كامل في الدار، ومن بعد في الليل كيمشي للبار باش يكمل السهره ديالو. وملي كيجي في الليل كان كيسبها وكيعايرها، وشحال من مره كان كيضربها. كان كيقول ليها انا عارفك مزوجه بيا غير على ود الوراق، وباش تاخدي الاقامه في اسبانيا، وغير غادي تعلمي اللغه وغيتحلوا لك العينين، غادي تمشي وغادي تخليني، لدرجه انه حرق ليها الباسبور. المهم غادي يبقاو في مدريد غير واحد الفتره قصيره، ومن بعد غادي ينتقلوا يعيشوا في واحد الفيلاج في فالنسيا، وتما فين غادي تلقى ايمان راسها حامله. غادي تفرح بزاف بالحمل ديالها وغادي تفرح والديها، وغادي يكون عندها امل ان بدر يتبدل. ولكن بدر كان غير ما غادي وزايد فيه، وكان كيضربها حتى وهي حامله وما رحمهاش. بقات ايمان صابره وساكته، وما كانت كتقدر تقول والديها والو باش ما يتخلعوش عليها. ايمان دوزت مع بدر اكفس ايام حياتها، كان معيشها في جحيم، كان كيضربها وكيسبها وكيعايرها بلا حتى شي سبب، غير كيشرب كتبان ليه في البلان. ولكن كانت ساكته وصابره، لانها كانت كتقول انها ما عندهاش اللغه وما عارفاش فين تمشي في اسبانيا، وحتى الا مشات ما غاديش تعرف تهضر معاهم. وسبب واحد اخر هو انها ما خداماش، يعني الا خرجت من الدار ما عندهاش باش تصرف على راسها وعلى ولدها. حتى النهار اللي ولا بدر كيهددها بالقتل، وماشي غير هددها، حاول انه يقتلها. وتما غادي تقرر انها تخرج من الصمت ديالها وتهضر على راسها. ايمان قالت ان واحد النهار بدر كان جالس كيشرب بحال ديما، واحد شويه وياخذ الدواء ديالو وشرب منه كميه كبيره، وقال لها انا غادي نخلط الشراب مع الدواء باش نموت، ولكن قبل ما نموت غادي نقتلك حتى نتيا وما غاديش نخليك من مورايا. واحد شويه حس براسو بحال الدواء اثر عليه، وناض ومشى للسبيطار وداروا ليه غسيل ديال المعده. وهنا فرحات وقالت اخيرا غادي نتهنى منه ولو غير مده قصيره.
ولكن لغت ليه بادر خرج من السبيطار ورجع للدار مره اخرى. وملي رجع هز فرشيطه وقال ليها خليني نخشيها لك في عينيه. ومره واحده اخرى حاول انه يقتلها وقجها بيديه بجوج، وما طلق منها حتى سمع ولدها كيبكي. المهم ايمان ولات خايفه من راجلها بزاف، وكانت مقتنعه انه ماشي انسان طبيعي وانه يقدر يقتلها بصح، وكانت خايفه حتى على ولدها لان راجلها كان قادر على كل شيء. المهم التجأت المتنفس ديالها الوحيد وهو فيسبوك. دخلت لواحد الجروب نسائي اللي فيه بزاف ديال المغربيات عايشين في اسبانيا، وعاودت ليهم القصه المؤلمه ديالها والمعاناه ديالها مع راجلها. السلام البنات، بغيت نعاود لكم المعاناه ديالي من بلاد جريح الله يرحم الوالدين. انا دابا عام و4 شهور باش جيت لاسبانيا وانا في العذاب. ملي جيت اكتشفت راجلي مدمن لواحد الدرجه ما كتصورش، خاصو يفيق يفطر من موراها يشرب. ثاني حاجه السيد مريض نفسي كيشرب الدواء. عييت بالمعاناه والضرب، وشحال من مره حاول يقتلني. الا جيت نعاود لكم ما غاديش نسالي. المهم نهار الجمعه شرب كميه كبيره بزاف وقال لي انا غنشرب الدواء غادي نموت، ولكن خاصني نقتلك معايا. المهم شويه بدا كيحس براسو في شكل، قال لي انا غادي نمشي للسبيطار. انا فرحت كيسحاب ليا غادي يشدوه. الساعه لغت ليه طلقوه، جا مشى ثاني يشرب، وجا المره الاولى هز فرشيطه بغى يخشيها ليا في عينيا، والمره الثانيه بغى يقجني. انا دابا خايفه منه، ما بقيتش كنثق فيه. المشكله انا لا لغه لا خدمه. هاد البوست حطاتو ايمان نهار 27 في شهر 12 2021، تقريبا عام قبل ما تقتل. كلشي تفاعل مع البوست ديالها وكلشي الماتو القصه ديالها وتعاطف معها، وبزاف ديال المغربيات اللي عايشين في اسبانيا نصحوها وطلبوا منها انها تمشي كتجري عن البوليس وتنفذ بجلدها هي وولدها، لان راجلها ممكن انه يقتلها في اي وقت. وقالوا لها انها ما محتاجاش اللغه لانهم غيجيبوا لها مترجمه واللي من خلالها غيفهموا هضرتها كامله. وقالوا لها انها ما محتاجاش تكون خدامه لان الدوله هي اللي غتكلف بها هي ولدها لانها كتعتبر امراه معنفه. المهم عطاوها بزاف ديال النصائح، وبزاف ديال العيالات نصحوها انها دير فيديو باش يكون عندها دليل ان راجلها كيضربها. وايمان اقتنعت بالهضره ديالهم، وبالفعل شهر من بعد وبالضبط نهار 27 في شهر 1 2021 ايمان غادي تخرج من الدار هي وولدها وغادي تمشي لاقرب مركز صحي، وغادي تعاود لهم المشكل ديالها والمعاناه ديالها. غتقول لهم ان راجلها كيضربها وكيعنفها وانه شحال من مره هددها وحاول انه يقتلها، وغادي تعاود لهم كل شيء داكشي اللي تعرضت ليه من نهار حطات رجلها في اسبانيا، وانه ما رحمهاش حتى في الفتره اللي كانت فيها حامله، وغادي يطلب منهم باش يعاونوها. غادي يعيطوا على البوليس اللي غيديوها لواحد المركز ديال النساء المعنفات، وغادي يعتقلوا بدر. ملي غادي يعتقلوه غادي يقول لهم انه عنده مشكل ديال الادمان، وانه ملي كيشرب ما كيبقاش يتحكم في راسو، وغادي يقول لهم انه مستعد يتعالج. وهنا غادي يسنيوه على واحد التعهد بعدم التعرض لمراته، وغيديوه لواحد المركز ديال محاربه الادمان. بالنسبه للايمان بقات هي ولدها في هذاك المركز لمده ديال 20 يوم فقط، ومن بعد قررت انها ترجع للدار لانها كيف ما كتبات في واحد البوست على الفيسبوك ما كانتش مرتاحه وكانت كتحس براسها غريبه تما لانها ما كتهضرش بالاسبانيه وكان صعيب عليها انها تواصل معهم. واخا هكذا كانوا موفرين لها واحد المتابعه نفسيه عند واحد البسيكولوج اللي كنظن انها غادي تكون عربيه واللي مشات عندها في بزاف ديال المواعيد. في هذا الوقت هذا بدر كان باقي في مركز ديال محاربه الادمان. المهم ايمان رجعت للدار وبقات عايشه بوحدها هي وولدها، والجيران المغاربه وقفوا معاها وكانوا كيعاونوها. ولكن ملي غادي يخرج بدر من مركز محاربه الادمان غادي يهضر معاها وغادي يقنعها انه تعالج وانه عمره ما غادي يعاود يمد يديه عليها. وللاسف ايمان غادي تسيقو وغادي توافق انها تسمح ليه وغادي تمشي وغتنازل على الشكايه ديالها عن البوليس. وفي شهر 6 البوليس غادي يسقطوا اولا غادي يلغيو هذيك لوردونونس اللي كانوا دايرين ليه بعدم التعرض لمراته، وبدر غادي يولوا عنده الحق انه يرجع للدار. وبالفعل غادي يرجع للدار وغادي يعيش هو وولده ايمان، ومن ثم ايمان ما غادي تعاود دير حتى شي شكايه عند البوليس.
الصيف اللي فات ايمان هبطت للمغرب هي وولدها باش تشوف عائلتها وبنتها لانها كانت وحشتهم بزاف. عائلتها فرحوا بها بزاف وفرحوا بالوليد لانهم اول مره غادي يشوفوه. دوزات معاهم وقيته زوينه ووعدت بنتها انها غادي تقاتل وغادي تقلب على خدمه باش تجيبها لعندها وتضمن ليها مستقبل زوين. ولكن باها كيقول انه النهار اللي وصلها المطار باش ترجع لاسبانيا ايمان ما حبستش من البكا. عنقاتو وبقات كتبكي بواحد الطريقه هستيريه. ملي سولها باها قال لها مالك بنتي واش ما بغيتيش ترجعي؟ قالت ليه لا بابا ولكن غير حيت غادي نتوحشكم. ولكن ربي كان عالم شنو كانت هازه ايمان في قلبها. ايمان بحال حسات ان هذاك هو الوداع الاخير، بحال حسات ان هذاك النهار غادي يكون اخر نهار غادي تشوف فيه باها وعائلتها. للاسف الاحساس ديالها كان صحيح. نهار 31 في شهر 10 2022 الاسبوع اللي فات بادر شافوه الجيران في واحد البار كيشرب، ومن بعد شافوه راجع للدار هو هاز قرعه ديال الشراب في يديه. هذه ماشي شي حاجه غريبه لانها كانت العاده ديالو، ولكن اللي غريب انه اتصل مع 12 ديال الليل بالبوليس وقال لهم اجي وراني قتلت مراتي. البوليس مشى وداو معاهم الاسعاف وبالفعل لقاو الجثه ديال ايمان فوق من الكنابي مغطيه بواحد ليزار وحدها ولدها اللي في العمر ديالو عام وشهرين. في الوقت اللي كانت فيه ايمان ناعسه سد ليها فمها وطعنها 5 ديال المرات بالموس ومن بعد اتصل بالبوليس. البوليس اعتقلوه وداو الوليد لواحد الملجأ في مدينه كاسيريس في انتظار انه يبان شي واحد من العائله ديال الام ديالو. ¡Asesino! ¡Que te pudras! ¡Vas a pagar lo mismo que tú has hecho! الخبر نزل بحال الصاعقه على العائله ديال ايمان. واحد جارتها مغربيه هي اللي اتصلت بوالديها وعاودت لهم شنو وقع. العائله ديالها ما سكتوش من الغوات ومن البكا لانهم ما تحملوش داكشي اللي وقع لبنتهم. ومن شكون؟ من راجلها وولد عائلتها اللي من دمها ولحمها. قتلها ودمر عائلتها ويتم ولادها بجوج. الاب ديالها خرج بواحد التصريح للصحافه وطالب المسؤولين انهم يعاونوه يمشي لاسبانيا ويجيب الجثه ديال بنته ويدفنها في المغرب ويجيب حفيدو باش يربيه مع اخته ويشم فيه الريحه ديال بنته لانه الا بقى في الملجأ غادي تتبناه شي اسره اسبانيه وهو بغى يربيه في المغرب على التعاليم ديال الدين الاسلاميه. الاب ديالها كيقول انه بغى يمشي لاسبانيا ويدير محامي ويوقف برجليه على القضيه ديال بنته باش يجيب ليها حقها والمجرم ينال العقاب ديالو. ولكن هذا الشيء كيتطلب مصاريف كثيره وهو على قد الحال وما عندوش الامكانيات. غادي نخلي لكم الرقم ديالو في الكومونتير اللي يقدر يتعاون معاه يتصل به. بدر تعرض على المحكمه الخميس اللي فات، استمع عليه القاضي والمحامي ديالو طلب انه يخرج بكفاله، ولكن القاضي رفض وامر بالسجن ديالو لانه ممكن انه يهرب ويخوي اسبانيا. وتحيدات ليه السلطه الابويه، يعني ما غيبقى عنده حتى شي سلطه على ولده وحتى شي علاقه به. وطبقوا عليه بروتوكول ضد الانتحار، يعني داروا معاه شي واحد في الزنزانه ديالو اللي غادي يبقى مراقبه باش ما ينتحرش. بالنسبه للوليد تحكم ليه بواحد لا بونسيون اليمونتير او لا واحد النفقه بالقيمه ديال 250 اورو، يعني تقريبا 2500 درهم مغربيه كل شهر، وتكلفات به المصالح الاجتماعيه. في المدينه اللي كانت عايشه فيها ايمان خرج اعلان رسمي بالحداد لمده ديال 3 ايام على روحها، وخرجوا مئات الناس نهار 3 في مسيره احتجاجيه ضد العنف وتضامنا مع ايمان. الناس كاملين وقفوا 5 ديال الدقائق ديال الصمت وترحموا عليها وكانوا متاثرين بالقصه ديالها بزاف وبالجريمه البشعه اللي تعرضت لها. 5 minutos de silencio por Imane. Llamas en su memoria. Hoy Valencia de Alcántara ha iniciado 3 días de luto oficial. هاد القصه خاصها تكون عبره لبزاف ديال العيالات اللي كيصبروا على الذل وعلى الضرب وعلى الاهانه، كيبقاو يقولوا اليوم يتبدل غدا يتبدل، ولكن في الاخر النهايه كتكون مأساويه. شفنا القصه ديال توريه اللي قتلها راجلها في ايطاليا لانها صبرات، وشفنا القصه ديال داهيه الجزائريه اللي قتلها راجلها في كندا، واليوم القصه ديال ايمان واللائحه طويله. علاش غادي نبقى مع واحد كيهددني بالقتل؟ علاش غادي نبقى مع واحد مدمن على الشراب وفين ما كيشرب كيعطيني سلخه ديال العصا؟ علاش غادي نبقى عايشه مع واحد مريض وما باغيش يتعالج؟ هذاك عمره ما غادي يتبدل. اللهم نفد بجلدي ونحمي راسي ونحمي وليداتي. وهنا غادي تكون سالت القصه ديال اليوم. خليوا لي رايكم في التعليقات. نتلاقاو مره اخرى مع قصه اخرى.